دكتور سمعنا انه المدرب بن عبيشه قال انه غادي يركز على الجانب البدني، يعني الجانب البدني يعني كيدخل في يعني في الاختصاص ديالكم يعني هذاك واش اللاعبين بالنسبه لي كما قلت بالنسبه لنا الان جميع اللعابه في صحه جيده ومستعدين بدنيا وصحيا مقابل. الا يؤثر الصيام على المردود البدني يعني بطبيعه الحال غادي يكون تاثير، ولكن حنا كنحاولوا نهيئوا الظروف باش يكونوا مستعدين بدنيا. دكتور بالنسبه للقضيه ديال يعني التدريب كتكون في الليل، الحشرات بزاف اللاعبين ضرت فيهم شويه الالتهابات شويه، هذه ظروف حنا ما عندنا دخل فيها. جينا لقينا الملعب فيه الحشرات، خدينا اللي ريبولسيف يعني اللي ضد الحشرات باش وهذا اللي كيمكن. دكتور سمعنا بانكم بدلتوا النظام الغذائي في الاول، لقيتوا نظام غذائي وبدلتوه درتوا واحد الحميه للاعبين. هذه كيفرضها على الصيام شهر رمضان، هذه كتكون حتى عندها حميه خاصه بهذا الشهر. بالنسبه لنا انه داروا معروفه لدوله تونس انه عندهم الهريسه يعني الحار هو اللي لا بطبيعه الحال الهريسه ما خصهاش تكون، ما خصها الا هذه ياخذ الهريسه لا تناولوها نهائيا اليوم الاول ما كنخليوش اللعابه يديروا. شكرا دكتور. شكرا.